غبي جدا 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 جدا، وجاهل بالمشهد كله. اسرائيل هي اللي مكنت حافظ الاسد من الحق، ولكن كان عندها شرط اساسي كمان طبعا غير الاشياء الماديه، مثلا جولان او هضبه جولان او غيره. كان عندها هي اول شيء تهجير الاشوريين السريان الكلدان، تهجيرهم لانه هن كانوا هدول المسيحيه سوريا. كانوا هن القوة الرأسمالية، القوة الثقافية، القوة الاقتصادية، القوة الصناعية، القوة التجارية. أما باقي المكونات كانت هي مجرد شيء ثانوي يعني بسوريا بصراحة، يعني نسبة قليلة جدا 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 وتعد على أصابع اليد. ممكن تكون شخصيات من غير المكون السرياني الآشوري الكلداني كان لها قوة اقتصادية أو حتى قوة عسكرية أو صناعية أو حتى زراعية، عفوا مش عسكرية، أو زراعية أو ثقافية بسوريا. اليهود ما نسيوا سبي بابل ولا حينسوه حبيبي، ما نسيوا ولا حينسوه، لا حتى يوم الحساب ليوم القيامة ما حينسوه. فكان هي أول شيء الاتفاقية مع حافظ الأسد هي تهجير الأشوريين السريان الكلدان، لانه هن بيعتبرونا، طبعا هن بيعتبرونا مش نحن، بيعتبرونا العدو الاول، عدونا اكثر من المسلمين نحن بصراحه بيعتبرونا. وفعلا حافظ الاسد هجرهم. حافظ الاسد عمل على تهجيرنا. اول شيء احزابنا، نحن ما عندنا احزاب عسكريه على فكره، احزابنا كانت كلها قوميه، ولا حتى عندنا بالسياسي كنا احزابنا كان حزب الاثوري، حزب الزوعه، الجمعيه الثقافيه الاشوريه. هدول كانت أحزاب قومية هي اللي عادت التراث السرياني، الحضارة السريانية واللغة السريانية. طبعا أنا وقت أقول سرياني يعني أشوري كلداني سرياني، لأنه نحن من أب واحد ومن لغة واحدة، لكن شوي صار فيها تحريف مع الزمن. حافظ اللاسد طبعا كل الرؤوس الكبيره بالاحزاب اعتقلها تحت، طبعا بالاقبيه الامنيه. اللي طلع عايش طلع مضروب، يعني معه مس بعقله، وصلهم لمرحله الجنون. والباقي كله خلص فرطت احزابنا. طبعا كان بالاتفاق مع اسرائيل، اتفاق مع اسرائيل. حاليا بسوريا الوضع بسوريا انه هلا قوات سوريا الديمقراطيه اللي هي مكونه من المكون الكردي، السرياني، الاشوري، الارمني، حتى في بعض الاخوات هي هذا المكون هو عم ينشر قواته في الباديه السوريه. يعني طلع من الجزيره السوريه على رقه دير الزور للسلاميه لا تدمر لحدود حمص. وقوات سوريا الديمقراطية قريبا جدا حتندمج مع الحكومة الإرهابية تبع جولاني، تمهيدا لنقل الحكم لها، لأنه جولاني حيختفي بشكل نهائي من المشهد، حيختفي حيصفوه، حيسحبوه، ما حدا عرفان، حيختفي مثل كيف بشار هرب وخلص انقضى، يعني انتهى من سوريا. لكن بشار له بعض شوي أخبار بالسوشيال ميديا، لكن جولاني حينتهي بشكل نهائي. قوات سوريا الديمقراطية هي اللي حتسيطر على سوريا. وضع سوريا حيتغير تماما. الإسلام حينتهي، الإسلام السياسي طبعا مش كمسلمين، الإسلام السياسي ما حينتهي من الدستور السوري، من المشهد السوري، من الأرض السورية حينتهي. ما حيكون إسلامك فقط في بيتك بمسجدك وفقط. هذا هو أنا ما بعرف إذا نسيت ترد عليك بشيء، بكل الأحوال تفضل وأنا انتهيت. تمام. تمام. أخ ميلاد اتفضل يا اخوات وانا بعدي بعد منك. تفضل. انا قبل ما حبيبي سعيد في شغله بدي اذكر فيها. هلا ثواني اختي هبوش بعد اذنك، اقل من نص دقيقه. عصابه الجولاني عم تصفي نفسها. انس خطاب اللي هو وزير الدفاع هلا هو تعرض يعني لاغتيال او محاوله اغتيال. هلا هو بحاله يمكن عم يحتضر باحد المشافي بسوريا بنتيجة تفجير طبعا كان عن طريق مثل ما بشار صفى اللي كانوا بمحيطه، اللي كانوا بحكومته صفاهم، اللي كان شكله خطر عليه. جولاني هلا عم بيصفي عصابته، عم بيصفوا بعض هلا. سعيد تفضل حبيب سعيد، انت صاحب البث. لا تفضل بس سكو تفضل. تمام يا اخ ميلاد، زي ما قلت لك انا من سكان الضفة، كنت ساكن في الضفة، طلعت صار لي حوالي 40 سنة طالع.
اليهود اللي انت بتفكر فيهم هذول اقليه. سبب اليهودي كره للمسيحيه مش التلمود. التلمود يعني مش كل اليهود بيتبعوا التلمود، اقليه معدوده بتتبع التلمود. اليهودي بيكره المسيحي، ما بيكره المسيحي الشرق الاوسطي. نحن ما في عندنا في مسيحيتنا ولا ايماننا غصب الانسان في المسيحيه او ادانه الشخص لعدم قبوله للمسيح. الكره جاي من مسيحيه الغرب اللي بيدعوا المسيحيه، هم لا بيعرف شو مسيحيه ولا بيعرف شو ايمان مسيحي. انا كمسيحي شرق اوسطي انا بالنسبه لهم عبد اوثان. يعني مسيحيه الغرب اغلبيتهم بيعتبرونا عباد اوثان. اوكي، لما بيجي بيقول لليهودي انت ما بتتبع المسيح هاي على النار، انت كيهودي متامن لازم تامن بالمسيح. يعني لو اجى قال لي الكلام هذا 10 مرات وبقولوا لي اياها دائما، يعني بكرهونا في ايماننا. لكن لما ايمانك بيكون ثابت ما بتهتم في كلامهم. اليهودي حبيبي كل هدفه بالحياه انه يعيش ما يتدخل بحد. لما كنا ساكنين بالضفه ويصير في مشاكل ويعرفوا انك انت مسيحي يبعدوك، ما يتدخلوا معك. اذا انت مش عامل مشكله ما يعملوش شيء معك. فانت تيجي تقول لي اليهود بكرهوا بقيموا بحطوا، يا عمي يكرهني، ما بديش يصير مسيحي، يكره المسيح هو حر. لكن هل هو بطلب بأمر بقتلك لانك انت مش يهودي؟ ما الواحد يكون عنده عقل. ان انا كمسيحي بعيش مع مين مكان، بعيش مع الارض بسلام، ما عنديش مشكله. فانت جاي تتهجم على اليهود واليهود. ما عندك مسيحيه بعيدوا عن حالهم المسيحيه، بيكرهوا المسيحيه اكثر من اليهود بيكرهوا المسيحيه. مسيحيه الغرب مش مسيحيه، هاي مسيحيه مصطنعه. لما بتقول الغرب ما بيساعد مسيحيين الشرق الاوسط، ليش يساعدوهم؟ بيعتبرونا كفار، اعباد اوثان، اللي بيعبد مريم واللي بيعبد خشبه واللي بيعبد مش عارف ايش وبيعبد صور وبيعبد قديسين. هذا نظرتهم إلنا. لكن اليهودي ما بهمه، انت ابد ما بدك لكن تتدخلش فيه. طبعا. بعدين بتقول ترامب شو عمل ترامب؟ شو اللي عمله ضدك ترامب؟ سياسته هيك. انت عمالك بدك تشبك السياسه بالايمان. بعدين دوله مسيحيه ويجي ملك مسيحي، وين موجود هذا في كتابنا؟ نحن ما عندنا ممالك على الارض. انا الارض ما بتهمني، لا بهمني سوريا ولا بهمني اسرائيل ولا بهمني فلسطين. بص اخوات، بس يعني في كام نقطة ممكن انت يعني ما فهمتهمش صح او ما وصلكش صح، فخليني ايه او اوضحهم. انا فاهم ميلاد قصده ايه كويس. هو ميلاد لما بيتكلم على ملك مسيحي بيقصد رئيس مسيحي حقيقي يعني، مش رئيس فيك. على بس موضوع اليهود، انا بس عايز ارجع على موضوع اليهود. بس حضرتك قلت حاجه ان قله اللي بيتبعوا التلمود، لا غالبيه اليهود بيتبعوا التلمود. ممكن 5% او اقل كمان من 5% اليهود القرائين او مذهب القرائي اللي بياخدوا التناخ بس، بياخدوا العهد القديم بس وبيرفضوا التلمود. دول قله قليله لا يتعدوا، حتى في اسرائيل نسبتهم 2%. حبيبي اليهود حتى ما بيامن في دينه. يعني 90% الموجوده باسرائيل يهود بالاسم لانه عرقيتهم يهوديه. ما انا هحكي لك جاي لك في الكلام، بس اديني بس المجال الله يخليك. في اليهود العلمانيين وناس بتندمج في المجتمع بسرعه. في يهود اصوليين عندهم نظره ما حتى على اليهود العلمانيين كمان، يعني بيشوفوهم ان هم ناس يعني من المغضوب عليهم. يعني حتى الاحياء بتاعتهم في اسرائيل ممنوع يهودي علماني يدخلها او واحده لابسه شورت او بنطلون او كده. مظبوط. هم حكومه في حكومه داخل حكومه. فدول الناس كده في حالهم يعني. بس الفكره اللي انا بتكلم فيها ايه، او اللي كان ميلاد بيتكلم فيها، وانا اتفق بصراحه مع ميلاد فيها 100%. اليهودي اخبث من الصلعومي. يعني اليهودي في طبيعته ونشأته اخبث من الصلعومي، بس اليهودي افضل من الصلعومي في التعامل. يعني في التعامل اليهودي كلمته برقبته، كلمته سيف، يوعد يوفي. ففي التعامل لا، راجل جدي وراجل متعايش. ما دام ان انت بتاذينيش وما بتجيش عليا، احنا اصحاب وحبايب وما عندناش مشكله. اما الصلعومي لا، لازم يتدخل في دينك ومش عارف ايه وكفار واهل كتاب وقصه طويله كده. اما اليهودي دي مش عنده يعني الحته دي مش عند اليهودي. فعلى موضوع اسرائيل لما اتكلمت عليه صح، ميلاد كلام مظبوط والاخ جو كلام مظبوط. اسرائيل لا تهمها مصلحه المسيحيين
ولا مصلحة غير المسيحيين. إسرائيل دولة بتهمها مصلحتها فقط، أو أولا وأخيرا، ما لهاش دعوة بأي حد خالص يعني. وفي على فكرة يعني اليهودي من جواه ممكن هو ما يقولها لكش بلسانه، بس لسان حال كتير من اليهود على فكرة، لو اتحط في مقارنة اختيار بين المسيحي والمسلم، الأغلب هيختار المسلم مش هيختار المسيحي. يعني لو حبيبي اليهودي سعيد، خبرتك من وين؟ خبرتك من خارج لا، أنا أقول البلد لك ولا من منين. داخلها؟ لا أقول لك منين. أنا اتعاملت في بروبيجان، اللي هي ريبوبليكا إفريسكا، جمهورية اليهود. شفت منها ناس كتير على فكرة، يهود روس وأوكران، واتعاملت معاهم، اتكلمت معاهم كتير. قد يبدو ليك اليهودي ان هو انسان لطيف، وانسان حبوب وكده والكلام ده، لكن استفزه كده في الكلام وروح وتعالى معاه في الكلام هتشوف ده فيه. لو اتحط في اختيار حي بينك وبين المسلم هيختار المسلم. بل حتى في استفتاء عملوه في اسرائيل في الشوارع، يعني بيسالوا اليهود لو انت يهودي قدامك مسجد وكنيسه تصلي فين؟ قال اصلي في المسجد. يعني نعم، قالوا عارف ليش؟ عارف قال ليش؟ اصلي في المسجد لان احنا بنعبد نفس الاله. لا، لأن كنايسنا اللي في البلاد كلها فيها أيقونات وفيها تماثيل. اليهودي لا ايوه بيعتبر هذا شيء وثني، لكن المسلم كنيسته أو جامعة قصدي فاضي، ما في شيء، والكنيسة عند اليهود ده نفس الشيء عارفين، فاضي. ده موضوع تاني. عارفين الايقونات هذا هو السبب انه بيصلي في الجامع ما بيصلي في الكنيسة. لا مش دي الفكره. طب ما في كنايس بروتستانت مثلا، كنايس البروتستانت ما فيش فيها حبيبي ما بيعرفوش الحكي هذا، اللي بيعرفوه لا مسيحي. يعرفوا. بص خليني بس اكمل لك الفكره خالد عزيز. بس لا يعرفوا كل حاجه. اليهودي اخبث من الخبز، يعرف كل حاجه. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان هو حتى لو جيت في التاريخ وبصيت كده نظرات يعني طويله عريضه على اليهود، هتلاقي اليهودي فعلا في بعض الاحيان، مش كل اليهود طبعا ولكن الاغلب، يختار المسلم عن المسيح ويفضل المسلم عن المسيح. ودي حقيقه ما حدش ينكرها. ولو واحد جه قال عكس الكلام ده انا مش هصدقه بصراحه يعني. سعيد صحيح كلامك، في سبب لانه المسلم مسير بايد اليهودي. ما عنده منافسه، ما بيقدر ينافس اليهودي باي شيء. اما المسيحي فهو منافس لليهودي بكل شيء، عسكريا او تطوريا او حضاريا او اقتصاديا او سياسيا. لذلك كلامك صح. لا، في كمان بقى حاجه انت خلطت بينها بس يا اخوات، يعني خلطت ما بين كم حاجه ما لهمش علاقه بالموضوع يعني. اللي هو موضوع مسيحيه الغرب بينظروا، لا مش صحيح خالص يعني، كلام مش واقعي خالص. يا سعيد انا عايش في امريكا، اول ما بيسالوني يا عمي وانا عشت في روسيا والله، مسيحيين الغرب ما بيشوفوش. ما بقدرش اقول لك عن روسيا، انا ما عندي فكره عن روسيا بقدر اقول لك. بس نسمع الاخ سعيد للنهايه ونضلنا بهي النقطه اذا ممكن، عشان هاي النقطه كثير مهمه. انا برايي مسيحيين الغرب ما بيشوفوش الموضوع زي ما انت بتقول بتعالي، او ان هم افضل مسيحيين الشرق او مسيحيين الشرق عبادة اوثان. لا خالص. في فئات ذات افكار معينه او عقائد معينه بتبص كده حتى الولاد بلدها، فده ملوش علاقه خالص بالعرق او البلد، ده ليه علاقه بالفكر بتاع الشخص ده ايه. يعني هتلاقي مثلا البروتستانتي الروسي او البروتستانتي الاوروبي او البروتستانتي الامريكي عندهم نفس النظره الارثوذكسي، يعني ما عندهمش خلاف على ده، فدي مالهاش علاقه خالص. غير كده في بعض الافكار او الايديولوجيات الدينيه المسيسه، زي مثلا لا حصر للانجيليين المحافظين مثلا في امريكا. الانجيليين المحافظين ايمانهم يعني ايمانهم مبني على ان اسرائيل هي ملك للشعب اليهودي، وده تحقيقا لنبوات العهد القديم، وان العهد القديم بيتكلم على ان اسرائيل هيعود لها شعبها، والمسيح هيجي يملك ملك الفي ومش عارف ايه والى ما هنالك يعني، والكلام ده يعني. فده موضوع تاني خالص يعني. حتى موضوع على فكره تغيير النظره عن اليهود بالنسبه يعني خلينا نقول الكنيسه الكاثوليكيه مثلا. الكنيسه الكاثوليكيه اكبر كنيسه في العالم. الكنيسه الكاثوليكيه غيرت وجهه نظرها خالص عن اليهود وبصت لهم بالرأفه، يعني بعد القمع وكده نظرت لهم برأفه في المجمع الفاتيكان الثاني، وقالوا خلاص احنا بنبص لكم برأفه وتواضع ان اليهود هم الشعب اللي جه منه المسيح والى ما هنالك والكلام ده. فالموضوع ملوش علاقه بالجنس، هو الموضوع بس افكار مش اكتر من ذلك يعني. في بس حاجه عايز ارجع لها يا جماعه، انا مش عارف كده صوتي واضح ولا لا؟ يلعن هشام. واضح. في حاجه بس ميلاد اتطرقت ليها، حاجه مهمه يعني.
انا معك، انا معك، وصوتك واضح جدا اخ سعيد، معك. يلا. في حاجه ولا ده انا رايي، ده انا رايي المتواضع اللي ملوش اي لازمه. اي مسيحي بلده ما فيش فيها، بتكلم عن الشرق الاوسط طبعا يعني، بلده امورها تمام. طبعا الوضع في الشرق الاوسط مش احسن حاجه من ناحيه الاقتصاد ومن نواحي كتير وكده، بس مهما بلدك ما كانتش احسن حاجه، تاكد مليون بالميه ان بره لو عشت وقعدت مليون سنه مش هيبقى زي بلدك، وهتبقى غريب او مجنس من اصول غير عربيه، او عفوا مجنس من اصول غير ابناء البلد، وهيفضل يتبص لك النظره دي. خلينا نكون واضحين بقى. عارف الكلام ده هيزعل ناس كتير، وهيجي يقول لك انا عايش بقى لي 40 سنه و50 سنه بره واخد الجنسيه واولادي مش عارف ايه وانا فين واحزاب وبتاع، برضه هيبصوا لك نفس البصه دي. انت مش من نفس العرق بتاعهم. الجماعه القوميين هيبصوا لك كده، انت مش ابن البلد. فمن خرج من داره اتقل مقداره. خلينا نكون صريح، في ناس اضطرتها الظروف انها تمشي. ناس حصل في بلادها حرب، بلادها مش عارف ايه بتعمل، ماشي، لكن الاغلب الموضوع اللي بيفتعل، بص هو الموضوع باين وواضح وصريح من زمان الزمن. موضوع داعش وموضوع القاعده وموضوع الجماعه دول لما دخلوا وعملوا كذا وكذا في المسيحيين في سوريا وفي العراق وبتاع، الموضوع ما كانش جاي بالصدفه، الموضوع بعلم امريكا وبعلم المخابرات الغربيه وبعلم كل اجهزه الاستخبارات، وهم داخلين واخدين الموافقه من الحكومه العراقيه، والحكومه العراقيه اخذ الموافقه من القواعد الامريكيه اللي موجوده في العراق، وفتحوا لهم الباب ودخلوهم على مسيحيين العراق، وكان الهدف تهجير المسيحيين او المكون المسيحي من العراق. دلوقتي الدور على مسيحيين سوريا. فهو عايز كده الشرق بتاعه الجديد، النظره بتاعته الجديده اللي تتوافق مع مصالحه، لازم يبقى الشرق خالي من المسيحيين. عشان كده وانا ده من رايي المتواضع يعني، يكاد يكون في حكومات عربيه هي مش احسن حاجه، يعني الحكومات العربيه مش احسن حاجه، وفي مشاكل في مصر، في مشاكل الحكومه مش احسن حاجه، او المسيحي والمسلم مش بيتساووا في كل الحاجات وبتاع، بس انا يكاد انظر او اكاد اشوف الموضوع، لا الحكومه المصريه بالنسبه لي افضل مليون مره بالغرب. من بلدك يعني ما تمشيش من بلدك. حته بقى الناس اللي هي بتروح تترمى في حضن بره، وصل مش عارف ايه، وصل الحقوق الانسان والاقليات والحكايه، والله العظيم كله كلام فاضي، ولا يهمهم لا مسيحيين ولا مسلمين ولا اي حاجه من دي خالص. ومهما عشت بينهم ومهما طولت بينهم وقعدت بينهم سنين السنين، هيبصوا لك ان انت مش من عرقهم، هتفضل النظره دي موجوده. خلينا نكون واقعيين. الناس بقى اللي يعني اللي مش متقبلين، انا بتكلم عن رايي يا جماعه، ده رايي المتواضع الشخصي اللي يخصني انا يعني، ما يخصش حد يعني. حته بقى ان ترامب يتدخل بقى يا عم ميلاد، وحته ان ده يتدخل وبتاع، هو مين اللي جاب الشرع حطه رئيس يا اخ ميلاد يعني؟ مين اللي جاب الشرع اصله دقنه ولبسه بدله وغير اسمه من الجولاني للشرع وحطه رئيس على الحكومه السوريه؟ مش امريكا؟ لما دخل على المناطق اللي فيها المسيحيين بداية حكم الحكومة السورية، يعني بداية الحكومة الحالية، لما دخلوا على ضياع المسيحيين في حمص وغيره، شالوا الصلبان من على البيوت وقالوا الستات تحج. ايه ده مش امريكا؟ امريكا ما عندهاش علم؟ الاجهزة الغربية، الاجهزة الاستخبارات الاجنبية ما عندهاش علم؟ لا عارفين، وعارفين اللي هيحصل في المسيحيين كويس، وهم عايزين كده. ليه؟ اصل في ارهاب واحنا داخلين نحارب الارهاب. ما هو احنا بنجيب الارهاب ونعمله ونروج له ب 100 مليون ونسلحه ب 200 مليون، وبعد كده نطلب 600 700 مليون عشان نروح نحاربه. دي سياستهم، هي دي سياستهم الرأسمالية، هم اللي عملوا ده. يعني فكرك انت مسيحيين العراق، انت متخيل مثلا يعني ان جبهة النصرة ولا داعش شويه عيال خوالات لابسين طقمه افغاني، كل واحد معاه كلاشينكوف AK 47 داخل لي في بتاع هيوقع منطقه؟ انت فكرك الموضوع كده؟ لا، الموضوع مدروس، وهم عارفين كويس هم بيعملوا ايه وعايزين ايه. ففي بس اخ كاتب انا عشت في المانيا ومتربي في المانيا وعايش هنا، عمري ما حسيت بكده. والله يا حبيبي براحتك، يعني براحتك، انت عايش في المانيا عيش، ومهما طالت بيك وطال الزمن بيك هتشوف الكلام ده وهتفتكر الكلام ده. اخدت بالك؟ يعني هشوف الكلام ده وهتفتكر الكلام ده.
فده الموضوع ببساطه شديده يعني. الغرب لا يهمه مصلحه المسيحي ولا يهمه الوجود المسيحي من عدمه ولا اي حاجه من دي خالص. نظره الاستعلاء لا مش مظبوطه خالص. الغرب ما بيبصش لده. في ناس طبعا في الغرب سواء كان مسؤولين او قاده كنائس او غيره، ناس متواضعه وناس فيها الايمان وكل حاجه. الموضوع اللي كان بيتكلم عليه اخوات هو موضوع مذهبي او موضوع اعتقاد، ملوش علاقه بعرق او جنسيه. ده انا رايي المتواضع، ملوش اي لازمه طبعا. وفي حاجه بس ميلاد انت قلتها فعايز اعقب عليها، انت قلتها يعني دي مهمه قوي. روايه التلمود اللي انت حكيتها دي صحيحه، لما قالوا ان الروايه موجوده كده ان اله المسيحيين او يسوع الناصري يرمى في مكان يعني مليان خراء ويعذب فيه يعني بالخراء المغلي، موجوده في التلمود. وفي حاجات كتير زيها في التلمود يعني. بل على فكره حتى في رابين يهود كانوا بيقولوا ان يفضل ان اليهودي ما يطلعش من بيته يوم عيد المسيح عشان ما يشوفوش في الشارع ويضطر ان هو يهنيه. دي حقيقه على فكره يعني. في يهود علمانيين ويهود حضاريين وكده ما بيشوفوش الموضوع كده يعني. ولكن اليهود الاصوليين او اليهود اللي عارف دينه هو بيبص البصه دي يعني ودي حاجه حقيقيه يعني. عشان كده انا اليهودي اخبث من المسلم بس اليهودي تعرف تتعامل معاه وتتفاهم معاه، اما الصلعومي غبي ما تعرفش تتعامل معاه، لازم تدعسه. فهي دي بس اللي يتميز بها اليهودي عن المسلم يعني. طيب اذا ممكن اعقب على كم شغله. طيب اوكي. اول شيء الاخ سعيد كل كلامه انا موافق عليه، ما في مشكله. انا لما قلت انه ترامب يساعد المسيحيين كان سؤال ايرونيك يعني هو سؤال استنكاري، انه انا عارف انه ترامب ما بده يساعد المسيحيين، بس هل هو قادر انه يساعد المسيحيين؟ طبعا قادر، بس ما هو زرع الفتنه، زرع الداعشيين في سوريا، فطبعا هو مش من مصلحته. ممكن انه المسيحيين عاملين وجع راس لامريكا عشان تسرق المسلمين، تاخذ مننا البترول وكذا، ونحن المسيحيين عاملين وجع راس بدهم يشيلونا من الطريق. بالنسبه لموضوع المسيحيين الامريكان، لا انا شفت انا محاربين الله ورسوله امريكان بردوا على الفيديوهات تبعت ليتل جي وغير ليتل جي واحمد محمد حجازي ومحمد دعوه وابو محمد دعوه. للاسف مش عارف اسمائن، ولكن هن هيك مجموعه زينا ولكن بالانجليزي. في واحد منهم لما يرد على تحريف الكتاب المقدس هو امريكاني واظن يمكن بروتستانتي، فبيجيب سيره القديس اغناطيوس الانطاكي، الشهيد اغناطيوس الانطاكي، وبيجيب كلام من الابائيات. يعني تصوروا يا جماعه اللي انتم فكركم انه الامريكاني بيفهمش، لا بيفهم. لما يردوا على فيديوهات الصلامه بالانجليزي فبيجيبوا من كلام الاباء، ذكر إيريناوس، ذكر بوليكاربوس تلميذ القديس يوحنا، ذكر القديس اغناطيوس الانطاكي. طبعا على فكره اكتر المدافعين بالانجليزيه هم اصحاب مؤلفات يعني. فيليب شاف صاحب اكبر موسوعه ابائيه، واستاذ جوش مجدي وللناظر احمد ديدات، ما ده كان كاتب كتاب كامل على اقتباسات الاباء وبتاع. لا مثقفين وناس دارسه كويس يعني، عارفين هم بيقولوا ايه بالظبط. انا بقول انا بميز بين الحكومه الامريكيه اللي هي مصلحتها مع الدواعش وبين الامريكان العاديين المدافعين عن الايمان المسيحي بشراسه. بصراحه يعني اليوم ممكن انا اقول له مثلا الاخ سعيد في واحد عامل فيديو ترد عليه فيديو، يمكن الاخ سعيد مش فاضي ولا كذا. طبعا الاخ سعيد عنده ردود قويه جدا، عنده لايفات. الامريكان ما بيخلوا فيديو يطلع، اي فيديو بالانجليزي يحكي شيء عن السيد المسيح. هاي ليتل جي، هاي الشقره اللي تمها كبير واسنانها كبار اللي طالعه ترند هالايامات اللي اشتروها القطريه، ولا فيديو نزلت الا ردوا عليها، دغري ردوا عليها، وعده اشخاص، ومنن شاب يعني اسمر، يعني شاب يعني اسمر البشره، مدافع قوي مع ديفيد وود وشام سمعون ومش عارف مين قصدك جاد لوجيك ما بعرفش اسمائهم بصراحه، ولكن جاد لوجيك هذا اذا بتعرف مين هو انا بعرفه، اذا انت بتعرف مين هو وكيف صار ما بتقول عنه مسيحي. نعم فرجاء يا حبيبي، انا عايش في امريكا وبعرف كل هدول اللي بتحكي عنهم، هدول كلهم بدافعوا ضدك انت، مش بدافعوا معك. لا رؤيا. ليش لا؟ ما انا بعرفهم، وانا كل معظم الشباب موجودين. صلي على النبي أليشع. خلينا بص يا اخوات، بس عايز اقول لحضرتك على حاجه اخوات. انا عم بحكي على الايمانيات. اتفضل اخ سعيد. بالظبط. بس هقول حاجه صغيره اخوات. بص يا اخوات، اخويا العزيز، احنا في منصه تواصل اجتماعي، فاحنا موجودين بكل افكارنا.
يعني من المسيحيين مش هيبقوا على فكر واحد او على معتقد واحد في ثوابت معينه. في معانا حتى في البث اللي احنا فيه، في كاثوليك، في ارثوذكس، في بروتستانت، حبيبي في نحن كل الناس. كمسيحيين شرقيين حبيبي السعيد بنختلف عن الغربيين. لا 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 هذا لا مفيش حاجه لا، اسمها هذا كلام ليش غلط، لا 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 هذا كلام ما غلط، هذا تختلفش في كلام حاجه. لا غلط. لا كيف كلام لا غلط؟ لا كيف كلام غلط؟ انت يا وين اخي صلي عايش يا صلي على النبي اليشع يا اخي. انا ما ونبي بيختلفش. منهم هذا، انا اليشع ونبي. اليشع انت وين عايش؟ انت في اي دوله عايش؟ الدنمارك الدنمارك الدنمارك. انت دقيقة عايش بس. في الدنمارك، تعال شوف عيش في امريكا وشوف الوضع. رحت على انت امريكا 50 مره يا اخي، انا عشت بسان فرانسيسكو وعشت بنيويورك وبعطيك يعني مش هاي القصه. خليني اكمل لك، خليني اكمل لك. انا كمل. الفيديوهات اللي بنزلوها الاخوه الابطال المدافعين عن الايمان بالانجليزي، عم بقول لكم بالانجليزي، ديفيد وود وسام شمعون وشو اسمه، والاشخاص اللي انا ما في واحد انا بتابعه ما بعرف اسمه، اوروب كريستيان معانا في البث، اوروب كريستيان والاخ منور. روب يعني عاملين شغل قوي جدا. يعني يا اخي انا امبارح شفت واحد امريكي حكى عن موضوع ليله الجن من اولها لاخرها زي ما الاخ سعيد بيشرحها بس بالانجليزي. هيك شعره اسود وضخم شوي وله دقن، حكاها من وحتى حكى عله الحديث اللي هن بيعدوه عله انه ما لوش صحبه. لا اسمه شو اسمه عمرو البكالي، عمرو البكالي، واكد انه له صحبه. يعني اعطاك الحديث كامل مكمل بالانجليزي. يعني تتخيل. هلا نرجع لموضوع المدافعين الامريكان المؤمنين، لما هن بروتستانت او انجليين ويستشهدوا بالاباء القديس إرناوس وبوليكاربوس واغناطيوس الانطاكي هدول دارسين كتاب ذا كانون اوف ذا نيو تestament لبروس ميتزيجر. يعني هو هن دارسين مش على فكره. نحن اذا بتاخذ كل المحاربين اللي موجودين بالتيك توك ومدافعين عن الايمان او المحاورين، في منن قارئين 100 كتاب وفي منن مش قارئين ولا كتاب، وفي منن باخذوا من، يعني انا مثلا واحد باخذ من هذا وباخذ من هذا، يعني مش مشكله واحد ياخذ من الثاني. بس هدول الامريكان اللي طالعين يحكوا دارسين بالموضوع من طقطق للسلام عليكم. هذا الموضوع. موضوع ترامب بدوش يساعد الامريكان المسيحيه، ما حدش رح يساعد المسيحيه. نحن بنتمنى يكون في دوله مسيحيه زي في دوله اسلاميه، زي قطر هي دوله اسلاميه والبحرين والسعوديه. نحن بدنا دوله مسيحيه، ما في دوله مسيحيه. روسيا وامريكا واوروبا منن مسيحيين. نحن بدنا دوله مسيحيه. كيف؟ لو اتقتل واحد مسيحي او استشهد واحد مسيحي بنيجيريا، يطلع رئيس هذا الدوله ويستنكر مش عم بقول يحارب، يستنكر. هل حدا، انا برجع بسال، هل حدا استنكر من اوروبا وامريكا في تفجير الكنيسه بسوريا؟ ما سمعت. انا ما شفت. فاذا انتم شفتوا صلحوا لي. هل شي رئيس وزراء ولا نائب اوروبي متابعون حقوق الانسان والكلام العبيط طلع وقال عن قتل المسيحيين في سوريا وفي مصر ونيجيريا؟ ما في. هذيك المره ذبحوا 70 مسيحي بنيجيريا بالكنيسه ذبحوا 70 مسيحي، وعن قريب 300 قتلوا، ومنن احترقوا يعني حرقوهم وهن احياء، عملوهن مشاوي وهن احياء. وين حقوق الانسان؟ انسى. امريكا مش مسيحيه، تمام؟ امريكا مش مسيحيه. هي مش بتحكي بحقوق الانسان امريكا، واوروبا مش بيحكوا ولا حقوق الانسان بس للمسلمين؟ هو الانسان بس المسلمين. بالنسبه لليهود، خلينا نرجع موضوع اليهود عشان الاخ اللي فوق بقول لك اليهود. لا، اليهود نحن على فكره يا جماعه شفنا لايفات ليهود، طبعا مش عامه اليهود، معظم اليهود ضد المسيحيين. المسلمين بيجيبوا حكمات وبيحكوا كلام ضد المسيحيين. اليهود ضد المسيحيين، خصوصا المتعلم منن. كتب اليهود من مجمع جمينة 70 ميلادي لليوم، اليهود متغاظين من المسيحيين عشان المسيحيين بتروح انت لقرارات مجمع جمينة، اليهودي مش لازم ياكل مع المسيحي ولا يسلم على المسيحي، يعتبر المسيحي نجس وكافر. نفس الفكرة الإسلامية. لما تشوف انت فكر اليهودي بتلاقي المسلمين ماخدين الفكر اليهودي، المسلمين ماخدين الفكر، يعني فكر الإسلام هو من اليهود، انه المسيحي نجس والمسيحي بيعبد اصنام والمسيحي من قرارات مجمع جمينة اللي نكر بعض الملحدين امثال شور فويس، بقول لك هذا مجمع جمينة اختراع مسيحي. يعني شوف العقل الغبي.
حتى حفيد غملائيل اللي هو كان معلم بولس الرسول لما كان يهودي، حفيده كان موجود بالاسماء وبالعناوين بالايميلات وبارقام التليفون. كل الموجودين كانوا بمجمع جمنة محطوط اسماء. فيك ترجع انت يعني لصفحات المسيحيه، الدفاع المسيحي ودفاع اللاهوت المسيحي، وعده عندن موجوده بالصفحه، الموضوع موجود. دكتور غالي غير الدكتور غالي، هاي موجوده بالضبط مجمع جمنة. والفكر اليهودي ضد المسيحيين. مشكله اليهود انه كانوا المسيحيين الاوائل لما يبشروا بالسيد المسيح كانوا يبشروا بالنبوءات وموته وقيامته، كانوا يستعملوا العهد القديم قبل ما يتجمع العهد الجديد، الاناجيل والرسائل. فكان المسيحي حامل النسخه السبعينيه للتوراه، للعهد القديم، لكتاب موسى والنبوءات. لما كان المسيحي والتلاميذ يطلعوا يبشروا فكانوا يتكلموا عن السيد المسيح منذ البدء، منذ النبوءات وإشعياء والمزامير و فكان المسيحي يستعمل الكتاب اليهودي ليبشر بالمسيح. فلم يرك هذا الشيء لليهود، اليهود تعصبوا من هذا الموضوع. عشان هيك بعد 400 سنة من الترجمة السبعينية اللي حصلت تقريبا 300 قبل الميلاد بمجمع جمنة اللي هي تقريبا 70 80، يعني بعد 4 قرون اليهودي بيقول لك لا، أنا الترجمة السبعينية يعني ما بدي إياها، ما بقبلها. يعني تخيل بعد 4 قرون 400 سنة بيجي اليهودي بقول لك الترجمة السبعينية هاي لا مش حلوة. شو بنعمل؟ نحن بنجيب ترجمات على راحتنا. نحن بنجيب ترجمات على راحتنا. وشو بنعمل؟ بنعمل هذا النص المزوري، التشكيل والتلوين والكلام. وحاولوا يلعبوا إشعياء 53 ما قدروش، عشان بعض الصدوقيين وبعض الفارسيين اختلفوا مع بعض. حاولوا يحذفوا مزمور 22 ما زبطتش معن. يعني هذا مكتوب قرارات مجمع جمنة. حاولوا يعني يشيلوا أصفار ما زبطتش. في بعض اليهود المتعصبين كلمة من التوراة. طب يا حبيبي أنت عمالك تعطينا محاضرة، مع ما هو لازم المسيحيين ياخذوا محاضرة. دقيقة يا أستاذ، دقيقة، لازم المسيحيين ياخذوا محاضرة. افهمني شوية. اليهودي بكرهه إلك، بعدم قبوله للمسيح، بكل الكلام اللي بتحكيه أنت. هل اليهودي بمفهومه الإيماني ومفهومه الديني ومفهومه الشخصي عنده أي فكر يجي يقتلك لأنك أنت مش يهودي؟ نعم أم لا؟ ممكن يجيب لي الكلام هذا. بقول لي ليه؟ اسألني كيف؟ ما أنا بقول لك بس مش هسألك كيف، بقول لك جيب لي الكلام هذا. بقول لك بعطيك من أرض الواقع. يا تفضل أخ سعيد، أنا عندي رد قوي، بس تفضل أخ سعيد، تفضل أخ سعيد حبيبي. لا مش هقول لك من بعيد، من أسبوعين بالظبط في واحد في أمريكا ده وشم بالعبر على رقبته. قتل 11 قسيس، منهم واحد صلبه وحط إكليل شوك على دماغه، وقال لك أنا لسه هكمل لحد ما أخليهم 12 تقريبا عشان يبقوا بعدد أسباط بني إسرائيل، وأنا السجن مش هاممني، هطلع وأعمل كده. وغير ده أصلا اسمعني بس. هل هذا موجود في كتبهم؟ هل يا عم روح لك يا اخي صلي على النبي يا اخي يا اخي روح لك يا عم عنو نبي بتضلك اللي يصلي على النبي. شايفني مسلم قدامك بيهزر بس اسمعني بس. غير ده اصلا اليهود عندهم في التلمود في اخبار الربيين التجديف. لو كان اليهودي بامكانه ان هو يقتل المجدف على اسم الرب يقتله، او انت بالنسبه له مجدف. اكيد طبعا مش كل اليهود يا سعيد. بالنسبه للشخص اللي بتحكي عنه بالمفهوم اليهودي، هذا مش يهودي. بكل المفهوم اللي حاططها اليهود هذا الحكي عندهم حرام، ممنوع. ممنوع يحط مش بقول لك يهودي هذا مش يهودي. في يهود عندهم كده. في يهود عندهم يعني بس غير مقبول عند اليهوديه. بحطوا لك بالنسبه لليهوديه هذا غير مقبول، فما برفضوه كيهودي. هو يعني بيطلع مرفوض كيهودي بالتصرفات، وبيطلع مرفوض كيهودي. ممكن نكمل يا اخي، ممكن نكمل يا اخي. بس اليهودي بركان الصهيوني ده من اسرائيل. بركان اللي طلع معاه من اسرائيل. المهم اليهودي او اليهود. معلش يا اخوات، عايز اقول كلمتين يا مولانا. طب خلينا بس نسمع اخ ميلاد وبعد كده اتفضل كمل مداخلتك بعدين. اتفضل ميلاد. اللي انا بدي اقوله يا جماعه الخير، اليهود انه هجموا علينا وقتلونا يعني شخصيا هيك، هن بيحرضوا المسلمين علينا كما فعلوا في اسبانيا. تعاونوا مع المسلمين ضد المسيحيين في اسبانيا وقتلوا المسيحيين واحتلوا الاراضي. اليوم اسرائيل اذا هي بتحب المسيحيه تدافع عن المسيحيه بالشرق، يعني ما في طبعا.
المشكله في الفكر اليهودي، المشكله في الفكر اليهودي من مجمع جمنة، مجمع جمنة 70. اكتب انت، اطلع على جوجل اكتب مجمع جمنة 70، فراح تلاقي القرارات اللي اخذوها بمجمع جمنة هي انه المسيحي كافر ونجس وما تاكلوش معه وما تحكوش معه وما تتمشوش معه وما تسلموش عليه. مين اللي اخذ هاي القرارات؟ وصلت لوين؟ وصلت لجزيرة شبه البعير عن طريق الأبيونيين. أعطوها لمين؟ لجماعة محمد وأصحابه. فالفكر الإسلامي هو مراي للفكر اليهودي اللي خارج التوراة. يعني انت هتقول انت هل اليهودي هو بيتبع بس التوراة؟ لا، بيتبعوا المشنة والتلمود ومش عارف شو، والحاخامات عندهم 700 ألف رأي. بتلاقي حاخام بقول لك المسيح هو اللي اجى بيآمن بالمسيح، زي الحاخام شو اسمه صمائيل تبع المغرب من 1000 سنة آمن بالسيد المسيح وكتب رسالة. وفي حاخامات بتقول لك هدول المسيحيين عباد أوثان وعباد مش عارف شو هالكلام هذا. نسيوا الكروبين اللي موجودة على تابوت العهد اللي ربنا أمر موسى يعمل 2 كروبين اللي هن عبارة عن الملائكة. فتيجي تقول لي أنت اليهودي، أنا بقول لك اليهودي، الفكر اليهودي يعني للمسيحية اللي متشردين بإسرائيل وباليهود ومش عارف شو. طبعا نحن مش عم نحكي عن اليهود المسيانيين، اليهود اللي آمنوا بالسيد المسيح، ولا بنحكي عن اليهود عامة الشعب اللي ما بيعرفوا شيء. نحن عم نحكي على الفكر اليهودي المتأصل من التلمود وجماعة التلمود. هن ضد المسيحية، انتهى الموضوع. أمريكا ضد المسيحية، ليه؟ ما بعرف، ممكن هن ماسونية تابعين لبعض المجموعات هذا. فتيجي انت كمسيحي تحط ثقتك ببوتين وترامب وإسرائيل وبنيامين شو اسمه مش عارف شو نتنياهو. يا عم انت نعم. عمالك بتدخل الدين والايمان بالسياسه. يا اخي عم بيقتلونا، عم بيذبحونا بالكنائس، كيف يعني ما اقولش رايي كمان؟ وين بيذبحوا يا عمي؟ انا من اسرائيل ما فيش الذبايح اللي بتحكي عنها اقليه، مجموعه اقليه مش عم بحكي مش عم بحكي انا. انت جاي تحكي يا عمي هاي بركاني، عندك بركاني مسيحي، بركاني هذا مسيحي من اسرائيل، مسيحي ارثوذكسي من اسرائيل. شو مشكلتي مع بركاني؟ يا عمي شو مشكلتي مع بركاني؟ بركاني اخوي، مش مشكلتي مع بركاني. يعني هلا يا عمي انت عمالك بتحكي شيء انت مش عارفه، انت عمالك بتحكي شيء انا عم بحكيك اللي عم بيصير على ارض الواقع يا استاذ. عم بحكي حبيبي انت بتشبك السياسه بالدين. لا بص، هو الاثنين مربوطين ببعض، بس تحيه. نحن بس عشان المسيحيه، نحن عشان المسيحيه من يعني بنحاول نستغبي انفسنا ونقول السياسه ما لها خاص بالدين. لا، السياسه والدين له خاص يا اخي، السياسه والدين له خاص. المسيح شو قال لك؟ على فكره فعلا، المسيح شو قال لك؟ بس انا اسف يا اخوات، بس حبيبي بركاني. بس بيبقى الموضوع ليه دوافع، يعني ايه دوافع سياسيه ومصالح. يعني اسرائيل على فكره، اسرائيل علنا في الحرب الاخيره، الحرب الارمنيه الاذريه، اسرائيل علنا كانت بتساعد اذربيجان وكانت بتمد اذربيجان بالعتاد وبالسلاح. قول له يا سعيد، قول له انا لا دي حقيقه، يعني حتى يا عمي هاي سياسه يا حبيبي، هاي سياسه مصالح، وهي سياسه تقتيل المسيحيين بالجزيره. وعلى فكره حتى وعلى فكره حتى كمان وحتى كمان في حاجه، لو بصيت على المكون الشرقي المسيحيين، الاخوه السريان والكلدان وغيرهم، يعني اللي موجودين لحد النهارده في تركيا، في هاتاي وغيره والكلام ده، يعني الحكومه التركيه بيتعاملوا اوسخ معامله بالحكومه التركيه، دي حقيقه يعني، وكنايسهم بيضيق عليها، يعني لحد وصل الامر ان الحكومه التركيه اصدرت قرار ممنوع الصلاه في الكنائس بلغه غير التركيه. الارمن اضطروا، الارمن اللي في تركيا بيصلوا بالتركي. اتمنع ان يكون ليهم مطران، يعني تخيل مطران اتمنع ان يكون ارمني جاي من ارمينيا يرعى رعيه في تركيا، مع ان عدد الارمن في تركيا حوالي 70 او 80 الف. ده مثال طبعا، ده غير السريان وغير المكونات التانية. طب انت تركيا دي انت حليف معاها وبينك وبينها علاقات وبينك وبينها كذا وكذا، مش انت جاي بتتمضرط بحقوق الانسان وحقوق الاقليات وحريه الاديان والمعتقدات والكلام ده؟ انت لو راجل محترم تطلع تقول لا والله الدوله دي مش بتحترم مواطنيها وبتميز ما بين مواطنيها على اساس الدين والعرق. ده اقل حاجه تتقال يعني عندك مثلا، هقول لك على حاجه، مجلس الامن مثلا، او البرلمان الاوروبي، خليني اقول لك البرلمان الاوروبي. البرلمان الاوروبي ده بيحضروا ناس كتير من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن كل الدول. ما بتلاقيش عرس من عرصات البرلمان الاوروبي
عرس منهم او ممثل يعني عن الحكومه الاوروبيه، او عرس ممثل عن الحكومه الامريكيه او غيره، يطلع مثلا يقول لك ايه، يعني العضو اللي يمثل الدوله الفلانيه دي عندنا تقارير بتثبت ان الدوله دي بتعمل 1 2 3 4 في مواطنيها عشان تمييز على دين او على قوميه او كذا او كذا، وغير مسموح ليه ان هو يقعد معانا هنا، زي ما الصلاعمه بيعملوا. ما هو الصلاعمه لما بيطلعوا، اللي كان موجود في البرلمان الدولي اسمه ايه، مسؤول الكويت، طلع قال ممنوع المسؤول الكيان الصهيوني، اخرج يا قتلة الاطفال، اخرج يا مش عارف ايه، والقدس وبتاع مش عارف ايه. مفيش نائب واحد مسيحي من الحكومه دول، حكومه محترمه زي دول، يطلع يتكلم. يا عم خليني اقول لك، باكستان مثال الله حصر. انت تعرف ان في باكستان في واحده مسيحيه اتقتلت وهي بتشرب ميه؟ ممكن القصه دي ما حدش يتكلم فيها كتير. واحده مسيحيه من باكستان اتقتلت عشان بتشرب ميه. تخيل انت، واحده ماتت عشان بتشرب ميه، راحت تشرب ميه من بير، صلعومي بيقول لها الاسلام حلو، بتقول له محمد عمل لكم ايه؟ المسيح فدانا، بس قتلها وهي بتشرب ميه. الست دي اسمها اسيا طبعا، ومنظمات كتير بقى، والمدرسه بتاعت حقوق الانسان وحقوق الاقليات وحقوق طيزي ومش عارف ايه، مفيش واحد منهم ذكر، او حكومه واحده محترمه قالت مثلا نقطع العلاقات الدبلوماسيه مع باكستان على الجريمه الانسانيه اللي حاصله دي. لا، لينا مصالح مع باكستان. ايه يعني واحده فطست طز؟ حكومه السعوديه، البنت اللي حرقوها بنيجيريا هذيك السنه يا اخ سعيد، على الواتساب كان جروب مع بعض الصلاعمه، كنا تناقشت معنا زي ما نحن بنتناقش، اخذوها من بيتها حرقوها بالشارع. وين البرلمان الاوروبي يدعس على نيجيريا، يسكر نيجيريا؟ امريكا فيها تسكر نيجيريا تسكر يعني اتقفل. لا على الاقل يعني. على الاقل المنظمات، يعني احنا بنتكلم حتى عن المنظمات الحكوميه، ما فيش واحد منهم مثلا يطلع يقول لك ايه، ما بياخذوا دعم اذا ما مشوا. هو بقول لك الاخ اللي فوق بقول لك قال السياسي من المنظمات الحقوق وحقوق الانسان تاخذ دعم من الدوله، لو بدك تحكي شيء ضد سياسه الدوله بيقفلوها. يعني كلها سياسه، كلها سياسه في سياسه، مصالح شخصيه، ما بيعترفوا في دين ولا بيعترفوا. يعني اذا مثلا المسلمين او اليهود عم بيستعملوا السياسه ليقتلونا، بنوافق على هذا الكلام وما بنقول انه انتم غلط مثلا؟ ما بنعترض يعني؟ ما بنعترض. يا عم قول غلط اللي بدك اياه، قول غلط بدك اياه، لكن ما تتوقع المساعدات اللي انت بتتوقعها. انا مش متوقع، انا عم بقول لكم انتم يا مسيحيه لا تروحوا ولا اسرائيل ولا امريكا ولا ايطاليا ولا هاي تبعت ايطاليا، هاي الحماره بنت الحماره قبل الانتخابات خلتنا نشعر انه بتضحك كل المسلمين من ايطاليا، هيك خلتنا نشعر. لما طلعت كلبي زي غيرها. هاي شو اسمه، اقول لك شغله ميلاد اقول لك شغله. اللي عم بيصير في الشرق الاوسط اليوم وبالاخص باسرائيل، الحق مش على مسيحيه اسرائيل. احكي لك اياها الصراحه، احنا الحق علينا، احنا اللي سمحنا انه كل هذا يصير في هاي المنطقه. احكي لك، طلع الدروز مثلا في اسرائيل كيف عايشين. صدقني ميلاد، يعني صار مشكله مع دروز سوريا، فاهم؟ فاول شيء صار انه دروز اسرائيل اتدخلت ومنعوا انه يصير اي شيء ضد دروز سوريا. لو احنا المسيحيين في اسرائيل عملنا مثل الدروز، لو احنا وقعنا مع الدوله مثل ما الشيخ موفق طريف وقع مع الدوله وقال انه الخدمه العسكريه لازم تكون اجباريه لكل المسيحيين، لو عندنا قائد واحد كاهن طلع ووقع وقال لا احنا لازم نحمي هاي الارض، لا في ما كنا سمحنا. لا بركاني فيه. الجناب المطران عطله طيزي بيعمل ايه؟ هذا عطله طيزي مثلا، فهمت علي يا اخي؟ انا اليوم عم بس حقول انه انا ارثوذكسي، انا اليوم عم بس حقول في اسرائيل ان انا ارثوذكسي. ليش؟ مش لاني خجلان بالارثوذكسيه، لانه الارك بيشب تبعي الخرا هذا اللي اسمه عطله حنا قاعد في القدس، اوكي، ماسك الكنيسه الارثوذكسيه في القدس، ومين عم بيمثل وعم بيرفع اعلام مين ومع مين عم بتظاهر؟ هذا عميل فلسطيني يا زلمه، هذا عميل فلسطيني، هذا مش مسيحي. خرع عليه وعلى اللي جابه وعلى البلد اللي طلع منها، فهمت علي؟ يا بركان انت بتعرف، لو بتعرف شو اوساخه وشو الكلام اللي بيطلع عليه موجود في القدس، يعني حرام يكون اسمه، حرام اسمه يكون بطريرك. الحق علينا، احنا مفروض فينا كنا نحمي مسيحيين الشرق الاوسط كلهم، احنا الحق علينا، كنا لازم نحمي مسيحيين مصر، مسيحيين سوريا، مسيحيين لبنان. اليوم في لبنان ولا في سوريا بتسترجي تحكي مع واحد درزي، كل دروز اسرائيل بتوقف الجيش كله عليهم، وهذا اللي صار في سوريا. بس احنا اقليه وما عملنا مثلهم، لو احنا مسكنا الدوله مثل ما لازم، مثل ما الدروز عملوا، ما كنا وصلنا اليوم لوين احنا وصلنا. اليوم مين اللي عم بيشد في الدوله؟ انا وكم واحد؟ شو راح تطلع؟ شو يعني يطلع بايدنا نعمل؟
كلنا كم من شلعوط في الجيش ولا في الحكومه، شو بيطلع في ايدنا نعمل؟ يعني قد ما نشد طب اوكي، هذيك المره طلعنا يوم الاحد اللي فات طلعنا مظاهره على مفرق احيهود، كم من واحد بس اجى على اللي عم بيصير في مسيحيه سوريا؟ كم من واحد بس، كم من واحد اجى؟ 20 30 واحد، 20 30 مسيحي اجوا على المظاهره اللي عم بيصير ضد مسيحيه سوريا وعلى الكنائس. لما صار الاشي على الدروز، بتعرف كم من درزي اجى على المظاهرات؟ لو افرجيك صور يا اخي، الوف اجوا، الوف، وحرقوا ووقفوا الشوارع ووقفوا الطريق وخلوا الجيش غصبا عنه يدخل على سوريا، غصبا عنه يدخل يحمل الدروز في سوريا. المشكله انا بقول لك ليه اخي بركان يفهم علي، المشكله لازم يكون في دوله مسيحيه. تخيل احنا ميلاد الحق علينا، احنا نايمين، لازم يكون في دوله مسيحيه. مسيحيه اسرائيل نايمين، مسيحيه اسرائيل هي، انا بقول لكم انا من مسيحي اسرائيلي بقول لكم اياها، خرع عليكم واحد ذميين، اوكي، انذال، وطيتوا ذيلكم، وطيتوا الباسكو لهدول الحيوانات. هو المسيحي بيسحب من جاره المسلم اذا قال عنه انت عامل لاسرائيل، بس المسلم هو داخل بالجيش. اسمع لحظه شوي المسلم داخل بالجيش الاسرائيلي. لحظه انا جاري مش مسلم، انا اخوي لما اخوي اتقتل ما كانش لابس لباس الجيش لما اتقتل. لما انا كنت اجي على البيت، لما انا كنت اروح على البيت، ما كنتش اروح على البيت في لباس الجيش وجاري مسلم. حبيبي هاي كلها تفاهات، هذا كله خوف ملوش له اول ملوش اخر، هذا كله حكي فاضي. لو انهم اسلام، لو انه مسيحيه اسرائيل اسلام كانوا عملوا اللي المفروض يعملوه. بس احنا كم من مسيحي في الجيش اليوم في اسرائيل؟ 5000 4000. شو رح نعمل احنا؟ شو بيطلع بايدنا نعمل؟ يا اخي اذا احنا طلبنا، احنا صرنا نعمل ميليشيات، طلبنا قلنا لهم افتحوا لنا، بلاش الجيش يتدخل، افتحوا لنا المعابر على سوريا، احنا راح نفوت، فوتونا احنا ميليشيات. والمسيح يا ميلاد، والمسيح لو سمحوا لنا لنحرق دين رب اللي خلقهم، ربهم لنحرقهم. لا تعرف شو، لا تخلي الواحد، يعني بتعرفش كيف المتفجرات تطلع في طيس امه. صدقني بنفوت في مخيلات. معظم مسيحية الشرق الأوسط متشربين الإسلامي، إيدي إلي وتصفي غيري. عشان هيك بتلاقي اللي في لبنان بقول لك أنا ماليش علاقة في مسيحي فلسطيني، اللي في سوريا بقول لك أنا ماليش علاقة في مصر، اللي في مصر بقول لك أنا ماليش علاقة في هذا، وكل واحد كل. طب يا أخي أمريكا بتعطي مصاري لمصر، ليه ما تجبر الحكومة إنه ما يتعدوا على الإخوة الأقباط ولا يتعدوا على البنات؟ لأن سياستها حبيبي المصالح الشخصية للحكومة. طب تقطع المعاش عن مصر يا أخي، تقطع المعاش عن مصر، ما تعطي. والله هلا خدم بنقول له مصالح شخصيه، بتقول لك تقطع المصالح. يعني انت كلامك مش منطقي. بنقول لك المصالح الشخصيه ليس لها علاقه بالمصالح بالايمان، وانت جاي تقول لي سوي يعني ابو امريكا يا عم دقيقه، ابو امريكا بيعطي المسلمين مصاري اللي يقتلوا المسيحيين، هاي هي المصالح الشخصيه ولا لا؟ لا يا ميلاد، لا. اذا انا بعطيك مصاري مشان تدعم دولتك، وانت بتاخذ المصاري بتستغلها بشغله ثانيه، معناته انا ما اعطيك اياها تستغلها بشغله ثانيه. اذا انا ما اعطيك سكينه تقطع لحمه وتاكل، وانت بتروح تقتل فيها، شو خصني انا؟ ميلاد باختصار شديد اخوي، باختصار شديد مع حبي واحترامي لك، المسيحيه الحق علينا، احنا المسيحيه. خلينا نبلش نلوم نفسنا بالاول للي عم بيصير فينا، لانه احنا مش، لا احكي لك يا صراحه، وهذا الشيء صدقني يعني بيطلع مني. مظبوط كلامك، ما انا عشان تعلموا مش اسلام، لا يتكلوا لا على اسرائيل ولا يتكلوا على امريكا ولا على اوروبا، يعملوا دوله لهم. بالضبط اتعلموا من مسيحيين لبنان، اتعلموا من مسيحيين لبنان، راهنوا على ان مش هيبقى في مسيحي موجود في لبنان، خلاص لبنان هتبقى للسني ولا الفلسطيني ولا السوري ومش عارف ايه، خلاص اتعلموا من مسيحيين لبنان دلوقتي. يا اخ ميلاد، انت جبت لي ناس بتقول لي بتحارب الاسلام على المواقع الاجتماعيه وسين وجيم. طب انت عمرك جيت على لايفات نحن بنكون فيها؟ لما بنكون نحكي مع واحد مسلم بالايمان المسيحي بيطلع لك واحد امريكاني بقول لك لا كلامك غلط، لانه هو ما بيامن بايماني. اذا هو بيقول مش كل من قال انا بامن بالمسيح انا بعتبره مسيحي. الشيطان بقول لك انا بامن بالمسيح، بدي اقول له انت مسيحي؟ لما بيطلع واحد ما بيعتبر حاله مسيحي بوقف ضدك قدام المسلم، كيف بدك اقول عنه مسيحي هذا؟ احكي لك شغله اكثر حجه سمعتها انه احنا المسيحيين مش مسلحين. انا بعلمك تعمل سلاح،
انا بعلمك تعمل سلاح اللي بدك اياه، بدك اعلمك تعمل سلاح بعلمك تعمل سلاح، بدك اعلمك تعمل صاروخ اعلمك كيف تعمل صاروخ، بعلمك كيف تعمل صاروخ، بدك اعلمك كيف تعمل عبوه ناسفه. يا عم الموضوع مش كده يا بركان، يا بركان فهمني، الموضوع مش سعيد، الموضوع انا معاك فاهمك والله، بس هو الموضوع مش كده، الفكره مش في كده. تعالى اوديك لورشه خراطه عندنا في اسكندريه تعمل لك اسلحه انت عايزه. الفكره مش كده، هاي مش حجه بالضبط. الفكره مش كده. بص هقول لك على حاجه. الفكره كلها ببساطه شديده كله بيدور على مصلحته، يعني كله بيدور على مصلحته، فالمصالح بتتصالح. بس في بعض الناس يعني متخيله ان اوروبا او امريكا او القوى العظمى يهمها مصالح الاقليات او حقوقهم او وضعهم او الكلام ده. اللي بيفكر ان الكلام ده مظبوط يروح يغسل تيزو وينام بدري بس. يعني بفكر الكلام ده مظبوط يروح يستحمى وينام بدري بس. الكلام ده مش مظبوط. صدقني يا اخي جد اشي، يعني اشي بيوجع اللي عم بيصير في اراضينا. والمشكله ايش يا سعيد؟ المشكله ايش؟ انا عندي مشكله في هذا الموضوع، انه دائما احنا بنستعمل وبناخذ الكتاب المقدس لضدنا. يعني بدل ما ناخذ الكتاب المقدس لمصلحتنا بنستخدمه ضدنا. قال ايش؟ لا يا اخي، طب سعيد تعرف شو انا كان عندي مكالمه، لان عندي صاحب سوري هون، كان عندي مكالمه عاملين هيك، عملنا بتعرف مكالمه فيديو مع جماعه من هناك من سوريا، وكان بحضور بعرفش كان كاهن راعي كنيسه اللي هو. ف يعني انا طرحت اقتراح وطرحت طرح عليهم. بتعرف ايش الجواب سعيد؟ لا هاي مش تعليم السيد المسيح. انا بس عايز اقول بس اخت روزميري كاتبه السياره مش عارفه انضفها. هتجيبي ازازه بيره فاضيه وتحطي فيها شويه تراب ومسمار صلب وبنزين، وبعد كده تقفليها من فوق، تحطي عليها فتيله وشويه سبرتو، تولعي فيها وترميها تحت العربيه، هتتنضف وهتبقى زي الفل ان شاء الله 100%. يعني لما انت بتيجي بتعرض تطرح طرح، بتقول يا عمي انا بدي اساعدك، انا فاهم وضعك، بدي اساعدك، عندي الامكانيات اني اساعدك. بقول لك لا هاي مش تعليم السيد المسيح. طب يا اخي اذا بدكش تدافع عن نفسك، اذا يعني ايش بدك اجي اموت عشانك؟ يعني انه انا بعطيك كل الوسائل. الفكره مش كده، الفكره كمان ما انت عندك بقى طبقه رجال الدين بقى، الكهنه والمطارنه المعرصين بقى، انت فاهم؟ هاي المشكله يعني. هاي مشكلتنا. طبقه الكهنه والمطارنه المعرصين بتوع السلطه المستفادين، زي الولاد بتوع الناصره اللي راحوا يتظاهروا عشان كنيسه سوريا، الكنيسه اللي الكنيسه اللي اتفجرت في سوريا، فطلع القسيس يقول لهم لا. يعني تخيل انت لما طلعوا مثلا المسيحيين يتضامنوا مثلا مع حدث ما، يعني حصل مسيحيين سوريا او هنا يطلعوا يعملوا وقفه تضامنيه عادي، يعني مش مسلحين ولا حاجه. فيطلع القسيس لا، ليه؟ عشان حبايبه الصلاع ما ينفعش يزعلهم، عشان السلطه لا ما ينفعش نزعلهم. وسعيد طب هو السؤال اخ بركاني بس ثواني مراد، بعد اذنك على موضوع اللي حكاه سعيد. الحلو انه الجماعه هدول اللي طلعوا لكنيسه الناصري هم نفسهم انا اللي عم بتكلم عليهم، اللي طلعوا مظاهرات بيجوا شيء 30-40 واحد مش اكثر. الحلو في الموضوع كله انه واحد من الاشخاص اللي نظم هاي المسيره اسمه ايهاب، وهذا يعني قرابه شخصيه لإلي. هذا كولونيل في الجيش الاسرائيلي، كولونيل. احنا يعني كان هو وكان جماعه من قرابته وكان كمان يعني اصحابه وكذا، لما وصلوا على الكنيسه في الناصري وصلوا لحتى يعني يتضامنوا، مثل ما قال سعيد لحتى يتضامنوا. الوسخ ابن الوسخه الذمي، ابن العاهري اللي كان على باب الكنيسه اللي واقف هناك، اتهمهم انه هدول جماعه عنصريه وهدول يمين متطرف وهدول ولا، والمسيحيه مش هيك. وبعد ايش؟ وبعد تشكى عليهم انه هم اللي خربوا الكنيسه. علينا الحق، علينا نلوم نفسنا، احنا اللي وصلنا نفسنا لهون. صحيح. انا عن نفسي والله، يعني انا كسعيد طبعا، يعني ده رايي المتواضع اللي ملوش اي 30 لازمه. انا لو عندي امكانيه، عندي سلطه، اول حاجه اعملها اجيب كل الكهنه والاساقفه الذميين واعلقهم من لباستهم، واقعد اسوقهم كده على طيبه قلبهم لحد ما يتوبوا عن الذميه، وما اعتقدش هيتوبوا بصراحه يعني.
فعايز تبدا ابدا بالذميين الاول. اوكي. بصراحه عايز تبدا ابدا بالذميين. يعني انا لسه اشوف عطا الله حنا. انا بصراحه اتمنى ان انا اشوف سياده المطران ابن الاحبه عطا الله حنا. والله العظيم هقلع الجزمه واحطها في بقه على طول، يعني اقول له افتح بقك كده احطها في بقه على طول. فدي حقيقه. توسخ جزمتك فيه. لا ما انا هرميها بعد كده. هم دول المشكله. لا دي حقيقه. ودول المتحدثين كمان، يعني انت فاهم، دول الواجهه بتاعت يعني دول الواجهه بقى اللي بيتكلم. لا شوف الوسخ هذا عطا الله حنا سعيد لما رجع من اليونان، اتعلم في كنيسه تسالونيكي في اليونان، رجع الكنيسه الارثوذكسيه في القدس اعطوه اسم ثيودوس، واللي معناه زي شيء زي نور الرب، ايش على شكل نور ايه يا ابن العاهري؟ اي نور؟ انت جبت لنا دمار. اي نور؟ انت بدل ما تشجع. لا وانت عارف المشكله في ايه يا بركاني؟ لا انت عارف المشكله كمان في ايه؟ المشكله لما يطلع يتكلم على الارثوذكسيه، يعني تلاقيه الصبح بيعرس للصلاعمه وبعد الدور يطلع يتكلم على الارثوذكسيه. والله يعني ببقى من جوايا كده عايز اقول له انا اتفضل اقول. مش بس بيعرس للصراحه، هو نفسه بالحياه الشخصيه كمان بيعرس. لا انا شفت له مره. بص هقول لك حبيبي انا بعرفه وبعرف قصصه وفي دواوين كثير. هو بيعرس خارج هذا، بيعرس شخصيا، يعني في عنده على السايد هيك على الجنب في عنده مين اللي يعرس معاهم. ما انا معاك. لا انت عارف الفكره، هو كذا مره توقف. طلع من فتره، طلع من فتره طويله، كانت في واحده لا دينيه فلسطينيه على اليوتيوب بتدير حوارات وكده والكلام ده، كنا بنتكلم معاه. فكان ترند بتاع الرسومات المسيئه للنبي والا رسول الله والكلام ده لما قتلوا المدرس الفرنساوي. طب يا ابن المره اللبوه، يا ابن دين الكلب، ده واحد يعني بني ادم اتقتل، ايا كان دينه ايه، بني ادم اتقتل عشان رايه، يعني انسان اتقتل عشان رايه. يا ابن المره الوسخي، هل الاسلام بيحترم حريه الراي؟ طلع يقول لك ايه؟ دي اساءه للرموز الدينيه والاساءه لا تجوز. ما تكلمش ابن الاحبه على واحد يعني انسان اتقتل، يعني ده ما تكلمش فيها خالص. اتكلم على ابن دين الكلب ابن امنه، ابوه على ابو امه. ما تكلمش على ان في انسان بريء اتقتل، دي ما تكلمش فيها. فطلع بعد كده بقى ده اللي جه بقى يتكلم على ايه؟ على الارثوذكسيه والايمان الارثوذكسي، ونحن نقول للبروتستانت ولكن نرجو لهم الهدايه. عايز اقول له يا بجد اتاثرت قوي قوي قوي، ومن قلبي عايز اقول لك كس امك. جاي يتكلم البروتستانت وبتاع ده، البروتستانت اشرف منك. يعني انا اشوف والله اصغر عيل بروتستانتي بيقرا كتاب مقدس في اي كنيسه اشرف من عمتك، والله اشرف من عمتك. جاي بتعرسي للاسلام الصبح وبعد الظهر جاي تتكلم على البروتستانت. يا جماعه اليوم الفكره اللي انا كنت عم بقولها، الاخ اللي فوق حاطط علم اسرائيل ابو غزه، انا مش طالب مساعده امريكا ولا كذا. لحظه، علم اسرائيل ابو غزه؟ يعني انت صار لك ساعتين بتهين وانا عمال بحكي. لا يا صديقنا من غزه، صديقنا من غزه يا اخي حبيبي، مش قصدي شيء يا حبيبي. انت من غزه؟ لا انا من الناصري، من الناصري. انت مش من الناصره ولا لك علاقه بالناصره. معقوله يا راجل؟ اوكي طيب. لا ميلاده من الناصر يا ود مسلم، انا بعرفه ميلاده من الناصر. يا من الناصر وكفر كنا. اسمع يا جماعه، وعمالك بتين صلي على النبي يا ابو غزه. قلت لك صلي على النبي اليشع، قلت لك صلي على النبي اليشع. انت عارف النبي اليشع؟ بس انا اسف يا جماعه، بس في اخ اسمه راني جرجس كاتب مين اللي بيقول الالفاظ دي. بص يا اخ راني، ما تجيش تتمنظر على طيزنا هنا. انا صاحب البث وفاتح البث من تليفوني والواي فاي بتاعي وعندي عقد باسمه، الفاتوره بتاعتي. فما تجيش تتمظرت عند طيزنا هنا عشان ما ادكش بلوك يطيرك على البراق عند البيت المعمور. هتشوف ابراهيم هناك وهتنزل تحت تاني. طيب هو اخ سعيد البيت المعمور يم فوق الكعبه بالضبط ولا لا؟ عند العرش بتاع سبحانه. اوكي، يعني اذا سبحانه كب لبن حسب سوره فاطر 9 بينزل على تحت ولا لا؟ من اللي هيطرطش على باقي السماوات. اوكي طيب يا جماعه، انا اللي بقوله انه انا طرحت هذا الموضوع من قبل. هل يا ترى نحن المجموعه او مجموعه غيرنا لو طلبوا دعم من الكنائس الكبيره اللي عندها الامكانيه، زي مثلا اليوم المسلم في اوروبا بتصل بعرفش وين بتصل، بقطر، بعمان، بتصل بدوله بدنا نعمل جامع، فبتلاقي المسلمين بيلموا شويه فلوس منن يعني
يعني هن بيدفعوا جزء، والجزء الثاني بيجيهن عن طريق الجمعية العامة الإسلامية. مثلا نقول مثلا في الدنمارك في اسمها الجمعية العامة الإسلامية، إنه هي جمعية معترف فيها من قبل الدولة، فبينزل فلوس من قطر أو من أي بلد، وبروحوا مثلا بيعمروا جامع أو بيعملوا نادي أو بيعملوا أي شيء، وبصير في عندن يعني جروب يعني عصابة بالمنطقة، بيجمعوا نفسهم بهاي المنطقة وصير عندهم قوة يعني على الأرض.